تحب تتكلم عن ايه بقى؟ عن قد ايه احنا ناس جامدة، لا وكل مفيش. حاجة تنبأنا بيها طلعت صحيحة. هو نعمل ايه طيب؟ نعمل ايه؟ أنا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. ولا انا بصراحة يعني مش عارف اقول لك ايه، انا قد ايه مبسوط ان احنا كلامنا بيطلع صح في الاخر. وده يعني يعني مش عارف اقول لك ايه، انا من كتر السعادة مش عارف اتكلم بس بصراحة. ما تقولش الكلام ده لحسن الاخوان يقولوا ان احنا بنشتغل مع المجلس العسكري ايوه صح. ونلاقي ناس واقفين لنا قدام البيت. ايوه. يا جماعة احنا النهاردة زي ما احنا يعني هنتكلم عن يعني هنكمل الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن إن ازاي ان انتوا طالبين من الجيش ان هو يحميكوا وانتوا واقفين عايزين تهجموا على وزارة الدفاع. طبعا زي ما احنا عارفين يهجم على مبنى وزارة الدفاع، الهجوم على مبنى وزارة الدفاع ده شيء مش سهل. مفيش أي دولة في العالم هيقوم عندها ثورة أو هيقوم عندها مظاهرات ومش هيطلعوا من مبنى وزارة الدفاع يحبلوهم. ده صح. لازم يطلع من مبنى وزارة الدفاع يضربهم بالجزمة. هو لازم اعلمهم الادب. اه طبعا. طبعا اكيد بقى الناس كانت فاهمه، اشوف حد بقى قال له في دماغه انت لو مت هناك تبقى مت شهيد، بس انا شايف ان انت لو تدخل جوه مبنى وزاره الحربيه عايز تعمل مشاكل تبقى مت عبيط، ما تبقاش مت شهيد خالص. لا 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 لا، شهيد مين يا عم؟ اصل شهيد انت ايه؟ تبقى بتموت شهيد لو انت بتحارب، انت بتحارب ايه؟ الجيش بتاعك. طب العساكر والضباط ملهمش ذنب في اي شيء، هما مجرد بياخدوا اوامر، ولو ما بالعقل، لو ما نفذش الاوامر ان هو يحمي محيط المجلس وزارة الدفاع، دي تعتبر بالنسبة للقيادات دي خيانة عظمى. ان جندي او ضابط في الجيش يرفض تنفيذ اوامر، ومن هنا بقى يخش السجن. وعشان مين بقى؟ عشان خاطر الناس بيقول لك سلمية سلمية، ويروحوا يعملوها سلمية عند وزارة الدفاع، وفي الاخر عيل اتنين تلاتة كده راحوا رامين طوب، وواحد شفت انت يا اللي عم نط من فوق سلمية السيف مين؟ كده. اه يا عم سلمية مين ومهلبية مين؟ الراجل امبارح بتاع حازم قال لك في البرنامج احنا ما قلناش اهجموا وما قلناش اضربوا، احنا قلنا اعتصام سلمي. وانت تروح اعتصام تعتصم سلمي هناك ايه اللي ليه؟ رايح بمسدس في اعتصام سلمي؟ طب انت واخد المسدس ورايح بيه ليه؟ فلنفترض انهم قول لي. بلطجية فلنفترض انهم بلطجية ومزقوقين، مزقوقين جوه الاعتصام السلمي، انت ليه تروح تحط نفسك في شبهات؟ طب لا، وغير كده كمان، غير كل الكلام ده كله، سيبك بقى من اللي معاه سلاح اللي معهوش سلاح، سيبك من الحاجات دي كلها. آه، الموضوع نفسه من الأول ما ينفعش يحصل بالأسلوب ده. ما ينفعش. يعني انت تروح تقف لي في اعتصام قدام وزارة الحربية، فلنفترض ان الجيش طلع بره عشان يحميه، يحمي بس المبنى مش اكتر، يحمي المنشآت بتاعته ومش عايزهم يدخلوا يخربوها مثلا. امم. هل انت خليتهم يطلعوا يقفوا كده في الشارع، ما ضربتهمش بالطوب، لا طبعا. ما شتمتهمش، في فيديوهات ما كتير. هنتش كرامتهم؟ في فيديوهات كتير. طب انت قول لي بقى، لو الجيش اضعف من الناس اللي واقفين بره، الناس اللي بره كانت هتعمل فيهم ايه؟ كانت كلهم طبعا. ويقولوا لك بعد كده بقى الجيش سحلنا والجيش افترى علينا والجيش ضربنا والجيش عملنا. ما انت لو جات لك الفرصة، عشان احنا انتوا اصل صنف عبيد ما تجيش غير بالقربان، لو جات لك الفرصة هتاكل اللي واقف قدامك ده، هتاكله. ما انت مش معقول مثلا كنت واقف حاطط ايدك في جيبك ولا واقف بتصلي وراح جاي هو شنطة كفايين. مستحيل. مستحيل، انا انت لا اؤمن بهذا انت لو الموضوع. تلاحظ انت لو تلاحظ من الفيديوهات، انا ما بتكلمش عن ستيتس على الفيسبوك ولا اخبار ولا بتاع، انا بشوف فيديوهات. احنا بنشوف فيديوهات وبنحللها، وعلى اساسها بنتكلم. ما هو ربنا ادانا عقل عشان ايه؟ نحلل الموضوع، ما نقعدش كده ننساق ورا اي كلام. من الفيديوهات اللي احنا شفناها، الضباط والجيش كانوا واقفين الناحيه التانيه حامين المنشات، ما حدش جه جنبهم لغايه الواد لما بتاع السلك ده ايه نط وراحوا شادينه. التانيين ابتدوا عايزين ايه؟ يدخلوا هما كمان. يخشوا من السلك. ما ينفعش، انت بقى هنا عديت الخط الاحمر. والجيش مش هيقف عشان يقول لك لو النبي يرجع. مفيش الكلام، ما عندهمش هم الكلام ده. مش هيحذرك. مش هيحذرك، دخلت انت دخلت. انت لو حد تاني اصلا مش مصري هيضربك بالنار. دي وش. والله مصري، انت داخل تعمل ايه جوه؟ انت ليه داخل تعمل حاجة جوه؟ تخيل انت في اي مكان وده الاماكن دي منتشرة كتير في مصر يعني عامة.
الاماكن اللي فيها الكتايب بتاعت الجيش. مم. تخيل انت، هو بيبقى حته سلك شايك كده عره، ممكن اي كلب يخش جوه. خش انت جوه. هتتعكش. تخيل بقى انت داخل المبنى الرئيسي بتاعهم، هيحصل فيك ايه؟ تعمل معاك الصح بصراحة. طيب، يبقى الناس اللي اتعامل معاها الصح دي محدش يزعل. انت اللي جبته لنفسك، وانت اللي عايز يحصل معاك كده. يا استاذنا، الناس دي لو الناس بتفهم اصلا، والناس دي فعلا خايفه على البلد زي ما هما بيقولوا، سيب الدنيا كلها تمشي. في انتخابات في العالم كله، انت شفت انتخابات رئاسيه في العالم كله، سواء حصل فيها تزوير ما حصلش فيها تزوير، حصل فيها تعريض، حصل مشهد عداله، مفيش اي مكان في العالم بيحصل فيه اللي احنا شفناه ده. ان واحد قالوا ان هو ما ينفعش يرشح نفسه للرئاسه، طلعت الناس كلها صارت لسه اصلا ما طلعش قرار نهائي ان الراجل ده مثلا ما يدخلش يترشح. صح. لا، المجلس العسكري بيعمل، المجلس العسكري بيخلي ان على ديك كده ديك المجلس العسكري، على ديك الاخوان، واحنا هنفضل بقى في الهيصه دي بقالنا سنه ونص. اكتر من كده ايه؟ ما خلاص بقى، كفايه بقى، حرام، كفايه. الناس لازم تشوف مصالحها، الناس لازم تبدا تدور على حاجه تعملها مفيده. يا عم ابدا بنفسك يا عم الاول، ابدا بمنطقه. ما احنا قلنا قبل كده. دلوقتي فلنفترض ان احنا المنطقه بتاعتنا دي شايفينها احنا خربانه، ولا هي يا عم مش خربانه خالص. قول لي انت، في ناس اصلا عملت ايه؟ اي حد في الناس دي كلها عمل ايه عشان يفيد نفسه؟ ابدأ بمنطقتك يعني، ابدأ بمنطقتك بالناس اللي حواليك. انت مثلا يعني اعملوا للناس شغل، لموا الزبالة اللي في الشوارع اللي محدش راضي يلمها. اعملها يا عم بنفسك، ما تعملهاش بنفسك ليه وانت ازاي؟ يعني عيب؟ لا ازاي؟ نظف يا عم ازاي؟ بيتك، نظف يا عم، بياض دهنوا العمارات بتاعتكم، نظفوا الشوارع بتاعتكم، اعملوا حاجة مفيدة. لا بدل ما ازاي؟ انت عمال تجري لي، ازرع لك شجرة، ازرع لك اي حاجة في الشارع، اعمل لك اي حاجة، بدل ما انت عمال تجري عايز تكسر وعايز تخرب، ماشي لي ورا واحد اهبل عايز يعمل مشاكل وعايز يولع الدنيا. ولع الدنيا؟ طب وليه؟ حرام عليك. ومربي لي دقنك، وكل واحد فيهم مربي لي دقنه 10 متر. انت شفت فيديو بتاع امبارح اللي هو جمال ده، اللي هو المتحدث بتاع حازم؟ شفت انت اتهزق قد ايه في ده التليفونات ما هو ده في البرنامج؟ انت مهزأ، انسان مهزأ وبارد. ايه ده؟ ايه الجلاخة دي؟ بص، هم كلهم من اكبر واحد فيهم اللي هو عبد المنعم لا مؤاخذه الشحات، لحد اخر اصغر واحد فيهم اللي هو اللهبل اللي اتقبض عليه النهارده ده. مين جمال ده؟ لما تتفرج عليهم وهما بيتكلموا، اول ما يتزنق في الحديث يروح مزعق صح. ويروح مهلل ويتكلم عن الظلم والافتراء والحبس والكفر. خلص يابا، مش هو ده اللي احنا بنكلمك عنه. احنا بنكلمك في حاجة، وانت تخش لنا في الكفر، وتخش لنا في الظلم، وتخش لنا في الافتراء. والارهاب الفكري. رد يا ابو الارهاب ايوه، قال لك امبارح الارهاب الفكري. يعني ايه الارهاب الفكري يا حبيبي؟ وانت لو في ارهاب فكري انت كنت هتطلع في اي برنامج بروح امك. يا عم الراجل من اول مره طلع عبد المنعم الشحات ده قال لك الديمقراطيه حرام، بعد كده قال لك الديمقراطيه حلال، وبعدين قال لك الديمقراطيه بتاعت بره هي اللي حرام. ايه ليه؟ يا عم انت؟ ديمقراطيه مين اللي حرام؟ انتوا عشان اصلا لو بره عندكم اريانا. اريانا بره الديمقراطيه بتاع. بره عريانه بشورت. اصلا من الاول كده لازم تعرف ان احنا ربنا بيكرم الناس اللي بره اللي عندهم الديمقراطيه الحرام علشان عندهم عدل. ليه؟ عندهم عدل، بيعدلوا مع الناس، بيعدلوا مع نفسهم، مفيش ناس مفترية، مفيش ناس من نفسنا، في مفيش ناس نظام يا حقودة، عم، في مفيش ناس نظام. عرة بنت وسخة. طلع لك واحد قال لك جاب لك العلم من فوق، طلع لك 20 واحد عشان خاطر ادوا الراجل شقة قال لك احنا اللي جبنا العلم. جرايه ولا اديك الكلب؟ اه، بتاع عالم الجواب يعني بتاعت اسرائيل. خلاص هحطوا على الراجل وش كده رزقه يا عم. ثانية واحدة، فاصل ونواصل. الو، ايوه مين؟ انت اللي نزلت العلم؟